يا مساء الفل على الناس الفل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى نعمل فيديو جديد مع بعض. هنحضر ادوات المدرسه، اللانش بوكس والبوتل والشنطه وكل حاجتنا. كل سنه وانتم طيبين، خلاص العام الدراسي الجديد بدأ. يا رب كده يجعلها سنه سهله ان شاء الله. بصوا بقى، ده اللانش بوكس بتاع سليم. آه، دي كنت وايبس كنت جايباها له عشان احطها له في الشنطه، يعني معاه عشان لو دخل التويلت او كل يغسل يمسح ايده، يعني لو مش عايز يغسلها كده يعني. فده اللانش بوكس فيه قطع فوق كده تحطي فيها الفاكهه وكده وتحت السندوتشات هو مقسم من فوق وتحت، والقطع المدوره دي تحطي فيها زبادي، رمان، فاكهه، عنب، اي حاجه يعني. دي بقى البوتل بتتفتح كده وليها شاليمو، والستيكرز اللي عليها ده احنا اللي لازقينه، يعني هي مش جايه بيه. هو جاي معاها واحنا لزقناه انا وسليم. وليها الحبل ده عشان يلبسها على كتفه او يلبسها في رقبته. تعالوا بقى نغسل الحاجه. عشان ايه؟ طبعا لسه جديده مينفعش نستعملها على طول، لازم نغسلها وكده. هنا بقى انا خلاص غسلتهم. بصوا بقى، دول الشوك والمعالق بتاعه اللانش بوكسات القديمه انا محوشاهم. ودي بتاعه الكاتشب والمايونيز. سليم للاسف ضيع غطا واحده السنه اللي فاتت، هي عندنا اصلا ما اشتريتش جديد، كانوا عندنا. ضيع غطا واحده، فمش عارفه بقى هي كده باظت ولا ايه. هعرف احط له فيها، انا كده كده بستعمل واحده بس، بحط له مثلا كاتشب مره، كاتشب مره مايونيز، على حسب الموجود يعني. لو في عندي اي صوص، لكن مش بحط الاتنين مع بعض. عايزه اقول لكم خامتها حلوه جدا. عملت بقى الشوك دي والمعالق دي بتاعه اللانش بوكسات القديمه، انا محوشاها اصلا. اللانش بوكس الجديد ما فيهوش فيه. فانا غسلتهم وقلت ايه، عشان لو انا حاطه له مثلا اكل يتاكل بمعلقه، اكل يتاكل بشوكه. انا كمان نسيت اوريكم الشوك الصغيره اللي هي على شكل زرافه ودبدوب والحاجات دي، هي عندي اصلا من السنه اللي فاتت. فنسيت اوريها لكم، اوريها لكم بقى واحنا بنعمل ان شاء الله اول يوم لانش بوكس مع بعض. عايزه برضو اطلعها واغسلها لان انا عيناها من السنه اللي فاتت. انا خلاص غسلت الحاجه وجبت بقى صينيه سبتها تتصفى عليها كده لحد الصبح، لحد بقى ايه ما اخلص واقفلها بقى واحطها مكانها. بصوا دي ضلفه في المطبخ. قلت ايه، اخليها كده جنب اللانش بوكس والبوتلات. احنا عندنا برضو كذا لانش بوكس، مش ده بس. بتاع السنه اللي فاتت واللي قبلها وبتاع الحضانه، يعني بتاع كي جي 1 وكي جي 2 وبتاع الحضانه والبوتلات برضو. فقلت ايه هعينهم كده ويبقى يبدل فيهم. هنا الناحيه التانية حطيت الطواجن، البرامات بتاعه الفرن. خدت له جزء صغنن كده حطيت فيه اللانش بوكس ده، ولسه في اتنين كمان كنت انا بقى هغسلهم لسه، غير جديد يبدل فيهم يعني. بس كده. رحت بقى على الاوضه، طبعا احنا الدرج ده عاملينه مع بعض. طلعت بقى الشنطه. دي الشنطه بتاعته الجديده. هي شنطه ومعاها بنصل كيس ومعاها لانش باج. ودي الالوان بتاعته برضو، دي انا كنت جايباها السنه اللي فاتت، لو فاكرين كنت مصوره معاكم فيديو الكي جي 2. وقلت ان انا هعينها لان هو كان عنده فعندها ستوك. وده ستيكر كده بالاسم انا عملته له. بالمناسبه عايزه اقول لكم ان انا بصمم الستيكر بتاع المدارس، بعمل اشكال حلوه قوي. ولو انتوا عايزين ادخلوا عندي في الصفحه هنا، هتلاقوا الفيسبوك بتاعي والجروب. جروب الشغل بتاعي، ادخلوا عليه، وسايبه لكم التيك توك والانستا، كل وسائل التواصل بتاعتي لو في حد عايز يتواصل معايا يعني. حطيت له بقى قلم رصاص، طلعت له قلم رصاص جديد وعلبه مناديل ووايبس.
اكتشفت ان انا مفيش عندي برايه. عندي واحده اللي هي ببوكس كده، فبصراحه انا مش عايزه اديها له المدرسه، انا كنت شاريها غاليه وسايباها هنا في البيت، يعني يستعملها في البيت هنا، لكن ياخدها المدرسه لا. فطلعت له البرايه بتاعه الدرس، عمال بقى اشتري له واحده، عايزه اشتري له واحده على شكل رائد فضاء، على شكل كوره، الاشكال الحلوه دي كده اللي هو يبري ويخلي البري فيها، بحيث ان هو ما يقعش على الارض في الكلاس، ولو ما عرفش يقوم يبري في الباسكت يبقى عامل فيها، ولما يروح البيت يفضيها او في البريك يفضيها. حطيت له برده مسطره. انا عندي حاجات استوكات ما اشتريتش بصراحه، انا ما اشتريتش اي حاجه لسه، بس هشتري كراريس. انا طبعا مش عارفه هياخدوا كراريس ايه وقد ايه وكل ماده قد ايه وكده، فمستنيه بقى اول يوم، ولسه طبعا ما جبناش الكتب ولا اي حاجه. حطيت له الشنطه فاضيه، هيروح اول يوم بالشنطه فاضيه فيها اللانش بوكس بس والبوتل. بس انا وهو بقى هنا كنا مختلفين، هو عايز يحط في سوسته وانا عايزه احط في سوسته، وعايز يحط المناديل والوايبس في السوسته الصغيره خالص اللي هي فوق دي، مش مكفيه، وقاعد يحشر فيهم. طب ما الشنطه يا ابني عندك واسعه. ماما في الاخر استقرينا وحطيناها في السوسته اللي هي قدام، وظبطنا البنسل كيس وحطيناها، وده صابون على شكل نجوم كده عشان لو راح التويلت، وده اسمه الاي دي بتاع السنه اللي فاتت، هعمله بقى كارت جديد ونحطه في نفس الاي دي، نفس البتاع البلاستيكه دي. وجهزنا اليونيفورم، حطيت له فيه برفن، وهعلقه له بقى على الشماعه واحطه له في الدولاب، يبقى جاهز عشان اول يوم ما نقعدش نجري ورا بعض. هنصحى بدري، هنرجع نصحى تاني من الساعه 6 الصبح. جبت بقى الشماعات هعلقهم له بقى. قولوا لي بقى في الكومنتات، استعديتوا للدراسه ولا لا؟ خلصتوا كل اللي وراكم ولا لا؟ انا عملت برضو الفيديو ده، انا مصوراه امبارح اللي هو كان الخميس. عملت برضو النهارده، نضفت الاوضه وعملت بقى روتين المدارس وظبطت الاوضه، غيرت الملايات، واستعدينا بقى للدراسه كده عشان احنا هنتفحت ان شاء الله. فهنزل لكم الفيديو ده بكره اللي هو السبت. انا دلوقتي بعمل لكم الفويس اوفر الجمعه. كده بقى اكون خلصت معاكم فيديو النهارده، واشوفكم ان شاء الله في عام دراسي جديد ان شاء الله. هتوحشوني.